ماذا قال الإعلام البرتغالي بعد تعادل النادي الأهلي مع بورتو البرتغالي؟ وكيف وصفوا تألق لاعبي النادي الأهلي على بورتو البرتغالي؟ شاهد ماذا قالوا. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد تألق النادي الأهلي في مباراته أمام بورتو البرتغالي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي برباعية لمثلهما، فقد تفاعل الإعلام البرتغالي مع تألق النادي الأهلي ضد بورتو البرتغالي، حيث صرح الأسطورة التدريبية البرتغالية جوزيه مورينيو ومدرب بورتو السابق وأدلى بتصريحات لقناة سبورت البرتغالية، وقال: بصراحة لقد صدمت من مستوى لاعبي النادي الأهلي، ولقد فاجأوني صراحة بالمستوى الذي ظهروا به أمام بورتو البرتغالي. فلاعبي بورتو وكأنهم كانوا يلعبون أمام ريال مدريد بسبب الهجمات المرتدة التي كان يفعلها لاعبي النادي الأهلي، وخاصة في شوط المباراة الثاني، فلاعبي النادي الأهلي أضاعوا أكثر من 10 أهداف محققة على المرمى. فأنا أعلم الكثير عن النادي الأهلي المصري، فأنا حللت مباراة كرة قدم بين ديربي القاهرة بين الأهلي والزمالك في السوبر المصري في المملكة العربية السعودية، وبرغم أن الأهلي فاز في هذه المباراة بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك، ولكن هناك اختلاف شاسع بين مستوى النادي الأهلي في المباراة التي حللتها أمام الزمالك وبين المستوى الذي ظهر به أمام بورتو في كأس العالم للأندية. فالأهلي اكتسح بورتو كرويا، فيما صرح لاعب بورتو البرتغالي السابق بيبي وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة البرتغالية، وقال: صراحة أنا كنت أتوقع فوز بورتو بنتيجة كبيرة على الأهلي المصري، ولكن النادي الأهلي المصري أظهر شخصية أمام بورتو وكأنه يلعب نهائي كأس العالم. فلاعبي النادي الأهلي من أول دقيقة كانوا يهاجمون ويضغطون على لاعبي بورتو، وهم من كانوا دائما يتفوقون في النتيجة. فالأهلي قدم مباراة استثنائية أمام بورتو، وهي أفضل مباراة في كأس العالم للأندية حتى الآن، ولولا الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها حارس مرمى النادي الأهلي الشناوي ودفاعه، أعتقد أن الأهلي كان سيفوز بنتيجة مريحة على بورتو برغم الأهداف الضائعة من جانب لاعبي النادي الأهلي. بينما صرح أسطورة البرتغال روي كوستا وأدلى بتصريحات نقلتها قناة سكاي سبورت، وقال: لقد كان هناك فارق شاسع بين إمكانيات لاعبي النادي الأهلي ولاعبي بورتو، بالرغم أن بورتو يضم في صفوفه 15 محترفا، إلا أن لاعبي النادي الأهلي أعطوهم درسا لن ينسوه أبدا في كرة القدم، وكان الأهلي الأحق بالفوز على بورتو. فأنا كرئيس لنادي بنفيكا أعجبت جدا بالمهاجم وسام أبو علي الذي أحرز هاتريك في هذه المباراة، وأيضا باللاعب بن رمضان الذي سجل هدفا خرافيا والهدف الثالث في بورتو. فأنا أتمنى انضمام هذا الثنائي إلى بنفيكا، ولكن أعتقد أن أندية أوروبا الكبرى ستتنافس على ضم المهاجم الفلسطيني أبو علي وبعض لاعبي النادي الأهلي الذي أظهروا إمكانياتهم الكبيرة أمام بورتو. فيما صرح المدير الرياضي لنادي برشلونة البرتغالي ديكو وأدلى بتصريحات نقلتها الإذاعة الإسبانية، وقال: لقد نال النادي الأهلي المصري احترام العالم أجمع بسبب المستوى الذي ظهر به أمام بورتو، فنحن كبرتغاليين لن نصدق أن النادي الأهلي نادي إفريقي، فهم كانوا يلعبون كرة هجومية لا مثيل لها، كانوا يضغطون على لاعب بورتو. هذه المباراة من أجمل مباريات المونديال حتى هذه اللحظة بسبب سرعتها وقوتها من جانب لاعبي النادي الأهلي. فأنا لم أصدق صراحة أن بورتو تعادل مع النادي الأهلي، فالأهلي المصري كان يستحق فوزا على الأقل ب9 أو 10 أهداف، والحظ كان حليفا لبورتو في هذه المباراة. ولقد أعجبني مهاجم النادي الأهلي الذي أحرز هاتريك في هذه المباراة، واللاعب 25 زيزو، واللاعب المالي ديانج الذي نزل في الشوط الثاني والذي قلب المباراة رأسا على عقب، وكان سدا منيعا أمام هجمات بورتو. وفي النهاية شاركونا بآرائكم حول هذا الموضوع، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.